السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل أكلة كده سريعة، وهي من أشهر الأكلات على السفرة المصرية، ألا وهي المكرونة بالبشاميل، بطريقة سهلة وعادية. ما فيهاش أي افتكاسات، ولا فيها بقى جبنة شيدر، ولا فيها جبنة موتزاريلا، اللي هي الكريمه اللباني، ولا الحاجات دي كلها. انا دايما بحب اعمل الطرق بتاعتي بالطريقه الكلاسيكيه البحته بتاعت مامتي وجدتي، الطريقه العاديه خالص، ما فيهاش في الافتكاسات بتاعت اليومين دول. هنقول بسم الله، هنبتدي دلوقتي. المكونات بتاعتنا بسيطة جدا. طبعا معانا مكرونة فرن مسلوقة، كيس مكرونة مسلوقة عادي جدا، سليق المكرونة المعتاد. معانا لحمة متعصجة، كنا لحمة مفرومة متعصجة، كنا معصجينها قبل كده في فيديو اللحمة المفرومة وتحضيرات رمضان. معانا 5 معالق دقيق، وثلاث بيضات، ولبن من كيلو ونص ل2 كيلو، حسب ما الدقيق بياخد معايا. طبعا لبن بلدي، لبن علب، زي ما انتوا عايزين. هنبتدي. حطينا السمنه، ممكن تتعمل بزيت، ممكن تتعمل بسمنه، زي ما انتوا عايزين ويريحكم. دلوقتي بسم الله، اهو حطينا الدقيق على السمنه او على الزيت زي ما انتوا تحبوا، وهنبتدي نقلبه لغايه لما يعني يبقى لونه ذهبي كده شويه كده، بقى لونه ذهبي. هنبتدي نطشه باللبن بسم الله، مع التقليب المستمر عشان ما يكلكعش مننا. زي ما احنا شايفين كده، نتحكم في السمك بتاع البشاميل، نقلب تقليب مستمر. ده كده السمك الكويس. نبتدي نحط ملح، فلفل، مش عايز اكتر من كده، ولا احط بقى جوز الطيب، ولا احط بهارات، ولا اي حاجه، هي بس كده ليس الا. ممكن بدأت تتقل تاني، نحط حبه لبن. طبعا عايزه نصها ميه ونصها لبن زي ما انت عايزه، بس طبعا هي الافضل ان يبقى كلها لبن. هنطفي عليها، هنسيبها تستهدى حوالي 10 دقايق علشان نرجع نحط البيض، لان احنا لو حطينا البيض بالسخونيه ديت هيبقى بيض مقلي، يعني هيفرش على طول ويعمل البياض بتاعه اكنه بيض مقلي بالظبط. فلازم نسيب البشاميل يستهدى شويه كده. استهدت شويه، ماشي. نبتدي نحط عليها البيض بسم الله. عايزه تحطي بيضتين، عايزه تحطي 3، زي ما انت عايزه. بس هو ايه، البيض ما شاء الله المره دي يعتبر كبير كويس، فانا حطيت 2 بس، لكن انا في المعتاد بحط 3 لان البيض بيبقى صغير. نبتدي نقلب. نزود برضو بق لبن.
كده السمك بقى معقول قوي. تمام. هنا انا جبت 3/4 المكرونه، يعني كده 3/4 المكرونه، وحطيتها في الصينيه، وسبت الربع اللي فاضل في المصفى. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنا البشاميل تمام مظبوط، وادي المكرونه. هنعمل ايه في المكرونه؟ هنحط بسم الله معلقتين كده من البشاميل، او 3 كمان اهو. ونبتدي نحط حبه فلفل اسود ونقلب. ضروري قوي الخطوه ديت، بتدي طعم حلو قوي للمكرونه، وتحس ان المكرونه يعني شاربه كويس قوي من البشاميل. اوكي، نقلب بالمنظر ده، وبعد كده نرجع نفرد. تمام تمام. بعد كده هنبتدي نحط اللحمه المفرومه. هنا قبل ما نحط اللحمه المفرومه هنعمل كده حركه بسيطه. دي كوبايه وفيها ميه، هنحط في كل جانب معلقه. ادي التالتة، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. انا دايما بحط 7 معالق كده بالوتر. وبعمل اهز كده المكرونه. الحركه دي انتي مش علشان خاطر الصينيه جرانيت، لا، اي صينيه الومنيوم، جرانيت، تيفال، اي سيراميك، اي حاجه، استحاله المكرونه تلزق بامر الله. نبتدي نحط اللحمه المفرومه بالمنظر ده. المنظر ده كده تمام. خلصنا خلصنا اللحمه المفرومه. حطينا بقيه الربع الاخير من المكرونه. تمام، ده كيس 400 جرام يا جماعه. تمام. وهنبتدي نحط البشاميل. المنظر ده كده ننزلها. تغطي المكرونه كلها طبعا. حطيناها في الفرن على درجه حراره عاليه، يعني 200 220، لان هي كل حاجه فيها مستويه لغايه ما هناك ان احنا عايزين كل حاجه تندمج مع بعضها، وطبعا تاخد الوش المتعارف عليه بتاع المكرونه بالبشاميل. هنسيبها حوالي ربع ساعه لتلت ساعه، حسب قوه النار بتاعه الفرن بتاعتك. ولما نخرجها هرجع لكم.
بعد ما خرجنا الصينيه وقطعنا منها كمان قطعه اهو زي ما انتم شايفينها. شوف من جوه ما شاء الله عامله ازاي، واخدين بالكم؟ شوفوا هنا الصينيه مفيش جنس شيء لزق فيها زي ما قلت لكم، علشان خاطر المعالق الميه اللي احنا حطيناها على الحروف. دي وصفه المكرونه بالبشاميل اللي هي الكلاسيك العاديه جدا. ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتاكلوها بألف هنا ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.